السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. طبعا العيد معروف ان احنا لازم 3 ايام ناكل من بره، وطبعا العيد ما يبقاش عيد من غير كبده وسجق. تعالوا بينا النهارده نعمل كبده وسجق تحفه، واقول لكم كمان على سر الكبده والسجق وطعمها يبقى زي بتاعت بره واحلى كمان. الكبده على النار اديتها صدمه. تعالوا بقى نعمل السر. معلقه توم كبيره، عليها شويه كزبره ومعلقه كمون كبيره. بعد كده بقى احط عليهم شويه ميه مغليه. هي دي يا جماعه اللي هتنقل الكبده والسجق لناحيه تانية خالص، وهو ده سر المحلات. وانا عرفتها كمان من محل بيعمل كبده. وهعصر عليها بقى نص ليمونه، وما اقولكوش على الجمال والحلاوه. هناخد نصه للكبده ونصه للسجق، اقلبه كويس جدا كده. وهبدا ان انا احطه على الكبده اللي انا حطيتها تتشوح اهو زي ما انتم شايفين. هقسمهم بالعدل النص والنص. وبعد كده بقى افضل اقلب فيها كويس جدا. بعد كده بقى احط الفلفل بتاعي، والتوابل بقى شوية فلفل اسود وشوية ملح بكمون، واقلب بقى كويس جدا. هي مش محتاجة اي توابل نهائيا بعد التوم اللي احنا حطيناه، هو اداها الريحة والطعم اللي احنا محتاجينه. نيجي بقى للسجق. طبعا شوية زيت، احط عليهم شوية بصل يتبلوا كده سنة. اقوم منزله السجق عندي. اول ما السجق ينزل كده هو افضل اقلب واشوح فيه كويس جدا. يفضل ان انت تكوني سلقه سجق. احط بقى الخلطه بتاعتي واقلب تاني. بصوا هو داخل ان هو ياخد اللون الذهبي الجميل ده. هقوم بقى ضايفه عليه على طول مكعبات طماطم كده انا مقطعاها، واقلب كويس جدا. وباقي الفلفل الحراق اللي احنا حطيناه على الكبده. هقلب بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. معلقتين طماطم بيوريه عليهم شويه ميه، اقلبهم كويس. وبعد كده بقى اقوم نازله بيهم على السجق واقلب. واحط شويه الاول شويه بابريكا، واقلب بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. واحط شويه فلفل اسود ومعلقه كبيره ملح بكمون، نفس اللي حطيناه على الكبده. الفرق بس ان احنا ضفنا هنا بابريكا مش اكتر. واقلب بقى وخلاص. هو زي ما انتم شايفين هو خد نفس اللون اصلا بتاع الراجل. وريحتهم بقى يا جماعه يا خرابي كانت حاجه كده رهيبه. بصوا بقى دي الكبده بعد ما خلصت، والسجق اهو. هنروح بقى عند اي بتاع فرن نجيب ب10 جنيه فينو بلدي، ويلا بينا نعمل السندوتشات. نظبط التظابيط كده. بصوا الفينو جميل ازاي، والطحينه بتاعتي. هبدا بقى نعمل السندوتش. احط من تحت كده طحينه. ابدا كده. المعلقه طبعا قررت انها تقع في اللحظه دي. هحط بقى الاول كده حبه سجق. ادينا كده خلصنا السجق اهو. واحط بقى طحينه. وبعد كده اقوم حاطه بقى كبده. ويا خرابي على الجمال والحلاوه. انا عايزه اقول لكم كانت احلى من اللي بنجيبها من بره، وكمان ارخص. يعني هم بالظبط نص كيلو كبده ونص كيلو سجق مكلفين قد ايه؟ مكلفين 120 جنيه. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه بجد يا جماعه، خطير والف هنا وشفا.